السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة طبخة وتحلاية. اليوم رح نحضر مع بعض عصير التمر هندي الطبيعي 100% بطريقة كتير سهلة وبسيطة. ومثل ما بتعرفوا عصير التمر هندي من المشروبات الأساسية برمضان، كتير طيب ولذيذ ومنعش، فتابعوا معي الفيديو للآخر. وهلأ يلا نبلش. بالبداية عندي 300 جرام من التمر هندي، رح أقطعه هيك لقطع وبدي أحطه بالطنجرة. وبعد ما حطيته بالطنجرة بدي أغمرهم بالمي، وبعدين بدي ارفعهم على الغاز واستنى عليهم لحتى يغلوا ويصيروا بهالطريقة. طبعا بقطعهم هيك لقطع صغيرة، ومثل مو شايفين هيك بدهم يصيروا. بتركهم يغلوا كم غلوة وبعدين بشيلهم. وبس لحتى يبردوا بدي بلش صفيهم. بجيب مصفاية وبلش ضيف عليهم المي. طبعا بضيف المي بالتدريج وبلش صفيهم، وبتابع بهالطريقة لتخلص عندي كل الكمية. وحابة أذكركن فضلا وليس أمرا، لا تنسوني من دعمكن من لايك واشتراك بالقناة وكومنت حلو مثلكن لحتى استمر وعيلة طبخة وتحلاية تكبر. ومثل ما شايفين بتضلكم بتصفون لحتى يصيروا بهذا الشكل. وأنا عم صفيهم ضفت لتر ونص من المي، وقت خلصت كمان ضفت نص لتر، يعني صاروا عندي لترين مي. طبعا انتو بتدوقوا وبتضيفوا المي حسب رغبتكن، إذا بتحبوه أخف أو بتحبوه أتقل حسب رغبتكن. وهلأ بدي أضيف السكر. أنا ضفت 3 فناجين من السكر، وطبعا كمان السكر حسب الرغبة بتدوقوا وبتشوفوا إذا بدكم تضيفوا كمان زيادة أو يكون أقل. وطبعا بعدين بنحرك كتير منيح لأنه السكر بيطول شوي لحتى يدوب. وبس لحتى نتأكد إنه داب بشكل نهائي بيكون جاهز عنا أطيب تمر هندي. شوفوا ما شاء الله قوامه بشهي وبياخد العقل. وطبعا فيكن إذا بتحبوا تضيفوا ماء الزهر، بس أنا ما ضفت. وهلأ بعد ما اتأكدت إنه داب السكر تماما رح بلش صبهم بالإبريق. وانتو خبروني شو أكتر عصير بتحبوه برمضان وما بتكمل سفرتكم بدونه. أنا بالنسبة لي العصير المفضل هو التمر هندي، وما بقدر استغني عنه طول شهر رمضان. ومتأكدة إذا حضرتوه بهالطريقة رح تستغنوا عن الجاهز، لأنه رح يطلع معكم أطيب 100 مرة وأنضف وبيشهي وبياخد العقل. ومثل ما شفتوا الطريقة كتير سهلة وبسيطة وما بتاخد منكن أي وقت، وبدقايق بيكون جاهز أطيب عصير تمر هندي. بتمنى تكونوا حبيتوا فيديو اليوم والطريقة نالت إعجابكم. وحابة أذكركم بنهاية الفيديو فضلا وليس أمرا، لا تنسوني من دعمكم من لايك واشتراك بالقناة لحتى استمر وعيلة طبخة وتحلاية تكبر. وخبروني شو حابين أعمل وصفات بالفيديوهات الجاية. سلام.